مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن واحدة من أجمل وأعرق المدن في المغرب، مدينة فاس. هذه المدينة التاريخية تعتبر وجهة سياحية رائعة، حيث تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف جمالها وتراثها الثقافي. جزء كبير من تاريخ المغرب ما زال محفورا بين جدران مدينة عريقة مثل فاس. فهي عاصمة الأدارسة التي أسسها إدريس الثاني عام 789 مترا لتصبح مدينة العلم بأول جامعة عرفتها البشرية، كما عرفت المدينة عصرها الذهبي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تحت حكم المورينيين، عندما أصبحت عاصمة المملكة بدلا من مراكش. أماكن تستحق الزيارة بمدينة فاس. لا يمكن للسائح أن يحل بمدينة فاس دون أن يزور جامع القرويين الذي تم بناؤه عام 245 تحت إشراف العاهل الإدريسي يحيى الأول، حيث تطوعت فاطمة الفهرية أم البنين للتهب كل ما ورثته لبناء هذا المسجد، كما قام الأمراء والحكام بتوسعة المسجد مع الحفاظ على شكله الأندلسي العام. عند الدخول لكل جناح في القرويين يمكنكم مشاهدة مكان الوضوء الذي بني من المرمر، حيث صمم بشكل فني على غرار الصحن الأسود بقصر الحمراء في الأندلس، إضافة إلى الثريا الكبيرة التي تتوسط المسجد وتزينه. كما يمكنكم مشاهدة مقصورة القاضي والمحراب الواسع المزين وخزانة الكتب والمصاحف. متحف دار البطحاء. بني هذا المتحف بأمر من السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1897، وقد تم تحويله سنة 1915 إلى متحف جهوي للفنون والعادات. المتحف كان في الأصل قصرا معدا للإقامة الصيفية والاستقبال الضيوف، وهو ذو تصميم مغربي نسباني. يضم متحف دار البطحاء مجموعة كبيرة من المعروضات التي تشمل التحف الفنية والمصنوعات من الحرف اليدوية وغير ذلك، وهو مكان يرتاده الكثير من محبي الفنون القديمة الذين يأتون من كافة أنحاء العالم للتعرف على التراث المغربي في مدينة فاس. متحف الفنون والحرف الخشبية. يتوفر متحف الفنون والحرف الخشبية على مجموعة كبيرة من الأعمال والمنحوتات الخشبية القديمة، حيث تعرض ضمن مبنى تاريخي يعد من أجمل مباني مدينة فاس بالمغرب في قالب تاريخي يظهر أصالة النجارة والفنون الخشبية. المدرسة البوعنانية. تم بناء المدرسة البوعنانية التي أسسها السلطان أبو عنان الفارس في عام 751 هجري، حيث ترتفع المدرسة على الشمال الشرقي من قصبة بوغلود وتشرف على مدينة فاس. ويشكل المبنى مدرسة وجامع في آن واحد، وقد أسسها السلطان لتعليم العلم وأداء صلاة الجمعة ومنافسة مدرسة العطارين. أسوار وأبواب مدينة فاس التاريخية. تتميز مدينة فاس بأسوارها التاريخية الشاهدة على العديد من الحقب التاريخية للمملكة المغربية، وتعتبر أسوار فاس من أبرز المعالم التاريخية التي تعود إلى الفترة التي حكم فيها الناصر الموحد ما بين عامي 1199 و 1213 ميلاديا، غير أن الأبواب التي تخترقها تحمل أسماء تعود إلى فترة حكم الأدارسة والزناتيونيين مثل باب الفتوح وباب كيسا. باب بوغلود أحد أشهر المعالم التاريخية بمدينة فاس، وتعد أسوار وأبواب المدينة القديمة لفاس المعلنة تراثا إنسانيا عالميا منذ سنة 1981 من لدن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، صامدة في وجه الزمن بفعله العاتي، شاهدة على عظمة وشموخ وعراقة الحاضرة، ناطقة بإسهامها في تحصين فاس في وجه كل الغزاة الذين حاولوا اقتحامهما والسيطرة عليها، ذلك أن البنية الدفاعية للأسوار والأبواب والأبراج حالت في مرات كثيرة من محاولات اقتحامها. ومن أشهر هذه الأبواب باب بوغلود وباب الفتوح وباب الكنيسية وباب الحمرة وباب الجديد.
البرج الشمالي يسمى أيضا ببرج الشمال، وهو عبارة عن حصن قديم بناه السعديون عام 1582 في شمالي مدينة فاس، حيث يستوحي في تصميمه شكل القلاع البرتغالية التي كانت موجودة في القرن السادس عشر. باب الجياف. من بين الأماكن التاريخية بالمدينة العتيقة لمدينة فاس نجد باب الجياف الذي يحمل الكثير من القصص والروايات، وكما يحمل ذلك اسمه، فهذا المكان الذي أصبح سوقا للملابس التقليدية كان مكان لإلقاء القمامة كما يدل على ذلك اسمه، حيث كان يوجد بقربه مكبا لجيفات الحيوانات النافقة، إذ كان يلقى بالحمير والأحصنة والبغال النافقة خارجها وتترك لتتعفن هناك. غير أنه اليوم تحول إلى تسوق للملابس بمختلف نوعه، ومكانا يرتاده سكان المدينة كما السياح، بعد أن تغير حال هذه المعلمة التاريخية. حي الملاح الخاص بيهود فاس هو أحد الأحياء التاريخية لمدينة فاس في المغرب. كان الحي يخصص للأعيان اليهود في القرن الثالث عشر ميلادي، ويعود تاريخ بناء أول ملاح بالمغرب إلى بداية القرن الثالث عشر الميلادي، مع وصول المورينيين إلى الحكم وبناء عاصمتهم في فاس الجديد قرب فاس القديم. في الجانب الغربي لحي الملاح توجد المقبرة اليهودية التي لا زالت موجودة وتستعمل حتى اليوم، وتقع المقبرة اليهودية عند حافة الحي، وتعتبر واحدة من أهم معالم المنطقة، هذا بالإضافة إلى المتحف اليهودي الذي يضم مجموعة من القطع التي تعكس الثقافة وأسلوب الحياة الخاص بيهود فاس. دار الدباغ شوارة بنيت في القرن الحادي عشر، وهي أكبر دار للدبغ في المدينة، تقع قرب مدرسة الصفارين على ضفة النهر في حي فاس البالي، وهو أقدم حي في المدينة العتقية، وتعتبر دور الدباغة في فاس من أهم الجهات السياحية. وتتكون الدور من أحواض دائرية من الحجر ممتلئة بالأصباغ أو بالسوائل لتليين الصلال. وتقع دار الدباغ شوارة بداخل نطاق باب بوغلود، وهو أحد أهم بوابات الأسوار 47 المحيطة بمدينة فاس القديمة، وتمتد على مساحة تناهز بما يقدر 7.200 متر مربع، ضمنها 4000 متر مربع مغطاة، وتشمل 193 ورشة يعمل بها أزيد من 600 صانع تقليدي، وتنتج يوميا بين 3000 و 5000 من الجلود الجاهزة. نشكركم على مشاهدة الفيديو، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الجولة السياحية في مدينة فاس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات السياحية. إلى اللقاء.